تخيلي كده انا جايه اتكلم معاكي وقلت لك انا بحب جدا وانتي بتتعاملي معايا ما تتكلميش معايا بطريقه مش حلوه، لكن كلامك معايا كله لاذع، مش بتختاري الفاظك، بتشتمي او بتقولي الفاظ مش حلوه، وانا متفقه معاكي ان اصلا الحاجه دي انا بتضايق منها. هل انا هصدق حبك ليا عشان عملتي اللي انا قلت لك اني ما بحبوش؟ كلام سهل، اني اقول لك انا بحبك سهل، لكن اني اعمل فعل يدل على الحب ده هي دي بقى الحكايه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فسيدنا النبي يقول للصحابي أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يحب مني إن أول ما الأذان يأذن أنا أعمل إيه؟ أقوم أصلي. لو أنا ما عملتش كده وبقول أنا بحب ربنا، هل ده حب؟ ممكن تكوني بتحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنت بس عندك خلط شوية في إنك تثبتي المحبة دي. فالله سبحانه وتعالى يحب أول ما النداء كده اللي هو الأذان على طول نقوم للصلاة على وقتها. تيجي تتكلمي مع البنات كده أو الشباب حبايبنا وتقولي لها الصلاة مهمة، تقولك هو الله سبحانه وتعالى مش محتاج إن أنا أقف وأعمل حركات معينة، الله غني عن هذا الأمر. فأنا بحب ربنا بطريقتي. وفي بعض الناس عندها استعداد تطلع صدقات للصبح، يدفع مبالغ طائلة صدقات وزكاة، لكن ما يصليش. لكن يجي عند الصلاة لك بكسل. شوفي ربنا يرد عليكي بالسؤال ده، يقول لك إيه؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله عز وجل لا يحتاج لصلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا أي حاجة. مين اللي محتاج الصلاة دي؟ تعال أقول لك، مفيش أبدا حد على وجه الأرض معفي من الصلاة، ولا في ظروف صحية ولا في ظروف هو بيمر بيها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فأومئ بعينك. تعبانه مش قادره، رجلي وجعاني. وهنا بقى انا بلوم على الامهات حبايبي شويه، امهاتنا كلهم ربنا يبارك فيهم بقى واقفه طول النهار في المطبخ وبتعمل لنا حاجات ولما يكون زياره الاولاد جايه لها زياره تبقى واقفه وقافي كده، ربنا يبارك لنا فيهم. تيجي عند الصلاه تصلي وهي قاعده، تقول لك مش قادره يا ماما، ما انت واقفه طول النهار في المطبخ. طب حتى صلي قائمه، وعند الركوع والسجود لو ركبك وجعاكي شويه ممكن تقعدي في الركوع والسجود، تقول لك مش قادره. الفرض يا حبايب، صلاة الفرض ما فيهاش عذر. ما دام انا بقف وبمشي وبروح واجي يبقى اصلي واقفه. طب انا ركبي وجعاني، خلاص يا ماما مفيش مشكله، الله عز وجل يعذر، مفيش مشكله، يسامحك في النقطه دي. ممكن تركعي او تسجدي على كرسي ما يجراش اي حاجه، ولكن وقت القيام اقفي، صلي قائما قدر الاستطاعه، ان لم تستطع فجالسا. واحد مريض وتعبان جدا وده بقى قاعد او نايم على الفراش، ده ما يصليش؟ لا، صلي بعينك. حالات بقى الاجتماعيه، الاوضاع اللي احنا بنمر بيها في حياتنا، في اكتر من ان الناس بتحارب وتبقى العدو واقف لهم ومهددين وهيجرى لهم حاجه، في اكتر من كده. ومع ذلك العلماء اختلفوا في كيفيه الصلاه، بس هنصلي ازاي، لكن ما اختلفوش هنصلي ولا لا. الموضوع مش موضوع ان ربنا يريد بنا المشقه، لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. امال الحكمه من ايه؟ الحكمه في ان الله يعلم انك محتاجه ربنا طول الوقت. كلنا محتاجين السند، محتاجين اللي يطبطب علينا. الاحتياج العاطفي والنفسي ده بشري، لا يقل اهميه عن الاكل والشرب. زي ما انت محتاجه تاكلي وتشربي، انت محتاجه حد يطبطب عليكي ويسندك، حد كده تحطي راسك على كتفه وتشتكي وتتكلمي. فالله سبحانه وتعالى بيقول لك بقى تعالي ال5 مرات دول، ال5 مرات دول بالنسبه لك هيكونوا الراحه والسكن والسند. تسجدي بين ايدين الله وتكلميه سبحانه وتعالى، تشتكي له على حالك وتتكلمي معاه، ويبقى هو بالنسبه لك المتنفس والراحه. لذلك كان سيدنا النبي يقول لسيدنا بلال ايه؟ ارحنا بها، مش ارحنا منها. مش يلا خلينا نخلص الفرض، عارفين الكلام اللي بنسمعه ده، انا هخطف الفرض واجيلك. معنى كده ان الحياه فيها عناء وتعب ومشقه ومصاعب وحاجات شديده بنمر بيها، محتاجين الله. فربنا سبحانه وتعالى لعلمه بحالك فعمل لك اللقاء ال5 مرات في اليوم دول. فرضت ال5 مرات على اقل حد فينا همه وصحه، وكل الله يعلم انك تقدري عليهم.